عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى بطولة كأس أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، ما يجعل مباراة بوتسوانا ضمن الجولة الأخيرة من هذه التصفيات المحددة يوم غد الخميس على الملعب الأولمبي برادس فرصة للمدرب جلال القادري لتجريب أفكار ولاعبين جدد باش نحكيو عليهم في الفيديو هذا. لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. حصلت قناة الكوبرا يوم الثلاثاء على معلومات من مصدرها في الجهاز الفني للمنتخب التونسي تشير إلى أن المدرب جلال القادري قرر الدخول بتشكيلة تتضمن لبعض الأسماء البديلة أمام منتخب بوتسوانا، على أن يعتمد على تشكيلة أخرى والتي تعد الأساسية على الورق أمام منتخب الفراعنة في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين وديا يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة. وتفيد نفس المعلومات بأن جلال القادري سيعتمد على حارس الاتحاد المنستيري بشير بن سعيد الذي من المتوقع أن يكون الحارس الثاني خلف أيمن دحمان في الاستحقاقات المهمة. أما خط الدفاع فسيتشكل بنسبة كبيرة من الرباعي يان فاليري لاعب أنجيل فرنسي وعلي معلول الناشط في مصر ضمن نادي الأهلي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر تواليا، على أن يشغل ثنائي منتصر الطالبي لاعب نادي لوريون وعلي غرام لاعب النادي الصفاقسي محور الدفاع. وفي خط الوسط الذي يمثل نقطة قوة المنتخب التونسي بوجود العائدين إلى القائمة كل من الصخيري لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني وحمزة رفيع المنتقل الحديث إلى نادي ليتشي الإيطالي، فإن مباراة بوتسوانا ستشهد بنسبة كبيرة مشاركة الثلاثي إلياس الصخيري، سامي شوشان لاعب بريتون الإنجليزي ومحمد علي بن رمضان لاعب فرانك فاروش المجري. وسيشهد خط الهجوم كذلك تغييرات كبيرة مع نية جلال القادري اعتماد على ثلاثي إلياس العاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي في مركز الجناح الأيسر، وسيف الله لطيف لاعب وينترسر السويدي يمينا. أما في قلب الهجوم فسيشارك فيه اللاعب عمور العيوني لاعب هاكن السويدي. لهنا نوصلوا لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة. ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.